اهلا وسهلا يا حلوين. ده الوقت اللي انا عادة بجهز فيه في العيد، فقلت بدل ما اجهز لوحدي اشارككم كده انا بعمل ايه وبحضر ليه ازاي، لان طبعا سنة ان احنا نفرح بالعيد ونستقبله. وفي بنات كتير قوي بحس ان هي قبل العيد بيوم ايه ده، طب اعمل ايه ولا ايه، طب اروح الكوافير ولا البس ولا اشوف لبس ولا انزل المحلات، وبتبقى في كده حالة من التوتر سايدة عندها. فعلشان نتجنب كل ده هقولك واحدة واحدة كده بالظبط، من أول تحضيرات اللبس لحد الجسم وكل حاجة، ويلا بينا نبدأ مع بعض. أول حاجة طبعا احنا بنحضر لها هو لبس العيد. فقبل العيد كده بفترة أو قبل العيد ممكن بشهر أو بشهرين، لأن طبعا لو هو داخل على الصيف بينزل في المحلات لبس العيد بدري، ولو العكس برضو هتلاقي لبس أيا كان الوقت ايه. كمان كل ما بيقرب العيد كل ما المحلات بتعلي الأسعار، فدي حاجة معروفة. ولو انت زنقتي نفسك قبل العيد بيوم أو بيومين هتلاقي الأسعار الدبل، فأنا بقولك اهو. المهم بقى المفروض نعمل ايه قبل العيد بحبة حلوين كده؟ نبدأ نشوف ايه الألوان اللي نازلة، نبدأ نشوف ايه الستايلات اللي بتناسبني وتناسب جسمي. واهم حاجة وانتي بتختاري لبس العيد لو انتي محجبة، الطرحة. الطرحة دي هي اللي هتغير الاوتفيت بتاعك كله. لازم تكوني عارفة نوع الطرحة اللي بتليق على وشك، لازم تكوني عارفة الالوان اللي بتليق على وشك، لان ساعات بنلبس الوان بتخلي وشنا مصفر شوية او مش في احسن حالاته حتى لو حاطة فول ميك. فلازم نكون عارفين ايه هي الالوان اللي بتليق علينا واللفه، وتقدري تجربي براحتك. يعني عندك مثلا قولي من شهر ابداي جربي بقى، شوفي ايه الستايل اللي ممكن يليق عليا، مثلا القميص المفتوح، فستان بشكل معين. اقعدي جربي لحد ما تعرفي ان هو ده اللي بيليق على شيب جسمي واللون ده اللي بيليق على وشي. تمام كده؟ تمام. نيجي بقى للخطوه التانية، ازاي اهتم بجسمي واحس ان انا بنوتة بقى كيوت كده وجسمي جميل وريحتي جميلة وشعري جميل وكل الحاجات دي. احنا هنبدأ قبل العيد ب8 ايام ب9 ايام باسبوع، يعني هديكوا وقت كمان. نبدأ قبل العيد باسبوع. قبل العيد باسبوع بعمل ايه؟ اول حاجة بعملها الحمام المغربي، لان الحمام المغربي ده هو اللي بيخلي الجسم ناعم وبيحس ان هو بقى بيشيل كل الحاجات اللي موجودة. فيا اما تعمليه في البيت يا اما تعمليه في مكان بره. تمام. انا مثلا بستخدم الصابون ده لو انا هعمله في البيت. والطريقه ان انتي بتحطي الاول تنزلي ميه دافيه او ميه سخنه شويه، وبعدين بتحطي الصابون وتستني شويه وبعدين تشيلي الصابون، عشان النقطه دي في بنات كتير بتغلط فيها، ان احنا مش بنستخدم الليفه والصابون محطوط، احنا بنشيل الصابون نغسله وبعدين بقى بالليفه المغربي السمرة دي نبدأ بقى بالراحة كده. او مش بالراحة، يعني في اماكن ممكن تضغطي عليها شوية وفي اماكن تانية بالراحة علشان حسب بشرتك. يعني لو بشرتك حساسة ما تستخدميش قوي، لو بشرتك عادي فدوسي يعني عادي. تاني حاجة الرجل. الرجل ما ينفعش تكون مشققة، ما ينفعش تكون مقشفة، ما ينفعش يكون فيها أي حاجة من الحاجات دي. فيا إما تعملي باديكير بره يا إما تعمليه في البيت بره. في البيت بتجيبي طبق أو أي حاجة، مثلا لو عندك بانيو تحطي رجلك فيه وتكون المية سخنة شوية. وبعد ما بتطلعي رجلك من المية بتستخدمي بقى أدوات الباديكير، وبعدين بترطبي أو لو عايزة تستخدمي مقشر. وتقدري تشوفي طرق كتير قوي على النت وتستخدمي الطريقة البسيطة بالنسبة لك، ومش لازم تشتري منتجات على فكرة، ممكن تستخدمي حاجات في البيت. يعني أنا السكراب اللي بحبه جدا 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 الزيت زيتون بسكر بس. يعني ده بجد لوشي لجسمي لإيدي لأي حاجة، ده بيكون مناسب معايا جدا. شوفي المناسب معاكي حتى لو من وصفات طبيعية واستخدميه. كده احنا خلصنا الجسم وخلصنا الرجل. ندخل بقى على ايه؟ على الشعر. ما ينفعش بنوتة تكون جميلة تبقى منكوشة طول الوقت وشعرها ملعبك والدنيا بايظة عندها. فلازم تستخدمي مرطب يكون كويس لنوع شعرك. او مثلا في فاتيكا تقريبا، في منه انواع كتير انا كنت بستخدمه من فترة. فتقدري تجيبي اي نوع منهم وتستخدمي حاجات ترطب شعرك، لان طول ما الشعر مرطب مش هيكون فيه الهيشان والحاجات الاوفر اللي بتطلع اللي بتخوف دي. فالمهم انك تستخدمي حاجات ان هي تخلي شعرك جميل كده وانسيابي. وممكن بقى تستخدمي الفرشة بتاعة الاستشوار او ان انت تستخدمي استشوار بدرجة حرارة مش عالية قوي. المهم يعني يكون شعرك مرتب ومهندم. وطبعا الشعر محتاجة اهتمام، فاحنا من اول ال8 ايام اللي احنا بدأنا فيهم ده ممكن كل يومين 3 كده تغسليه وتبدأي تعتني بيه
وترطبيه كويس. تركايه بقى مهمة لو انت مش عايزة يطلع لك اي ريحة عرق خالص تماما، او ان انت بتروحي الشغل كتير وان انت كل شوية بتدوري على حاجات او مزيلات معينة ما بتجيبش نتيجة فعالة، فانا اقولك على تركة حلوة جدا. استخدمي اي نوع ديودرنت عندك، اي نوع، بس الافضل بصراحة انه يكون ستيك، يعني ده مش ستيك بس، يعني الافضل ان هو يكون ستيك. وبعدين اي نوع سبراي فوقيه. بصي بالحركة دي انت مش هتشمي اي حاجة، محدش هيشم اي حاجة غير ريحة حلوة بس. فالتركية دي لازم تحافظي عليها. وايه طبعا احنا يعني الصبح وبالليل لازم نغسل المكان، هو وده ممكن يقعد وقت طويل جدا بس ما ينفعش، يعني لازم نغسل المكان كويس. والتركية بقى التانية انك تغسليه بغسول البشرة، ده هيفرق معاكي جدا. قبل العيد بيومين اللي عايز ينظف الشقة ينظفها، وممكن تسيبي التاتشات الأخيرة اللي بتحسي إن الشقة مرتبة بيها دي في الآخر، لكن ما ننضفش الشقة قبليها بيوم ويبقى ايدينا مليانة صابون ومقشرة ويبقى حالتنا كده صعبة ولسه هناخد شاور العيد، فما ينفعش. لازم الشقة نعمل الأساسيات فيها على الأقل قبل العيد بيومين، ويوم العيد ده بقى لنفسك. يوم العيد مش بنجري ندور فيه على لبس، يوم العيد مش بنجيب الحاجات اللي ناقصانا، لا احنا بنتبسط بوقفة العيد بقى. هنروح عند قرايبنا، هنقابل صحابنا، هنعمل الحاجات دي كلها. وبالليل لما نرجع ناخد بقى الشاور الأخير، ونستخدم بقى الحاجات الجميلة اللي هتحسسنا بقى ان احنا خلاص بقى احنا كيوت ومرتبين وجمال. زي ايه؟ البادي لوشن. يعني البادي لوشن مهم جدا. اي نوع عندك، اي نوع مرطب، حتى لو مش بادي لوشن، بادي اويل، اي حاجة ويكون ريحتها حلوة. في كمان ان انت تستخدمي النقط الزيوت العطرية دي مع اي حاجة، حتى لو زيوت اطفال تحطي معاها بس نقطتين كده، ده بيخلي الجسم حلو جدا وبيبقى ريحته فواحة كده وجميل. وتاني حاجة ايه؟ تاني حاجة اي نوع برفيوم للشعر، اي نوع، اي حتى لو مسك، حتى لو تستخدمي المسك العادي الابيض اللي احنا بنستخدمه في حاجات كتير ده، لان الشعر لما بيكون ريحته فواحة كده بيعكس عليكي كده وبيحس ان انت ريحتك حلوة. طيب احنا استخدمنا البادي لوشن واستخدمنا البرفيوم بتاع الشعر، بعد بقى ما تخلصي كده على جسمك او فوق الهدوم اي نوع بادي سبراي، اي نوع انت بتحبيه. بصي كل شويه بقى ايه، امشي في الشقه كده، بصي انا خلاص بقى، انا كده خلاص انا جميله، انا لابسه بيجامه العيد ومحضره نفسي ومن جوه ومن بره وريحتي حلوه وخلاص كده محدش يكلم. في طبعا حاجات ممكن تستخدميها في الشاور زي مثلا الماسكات او المقشر، وطبعا اي ادوات ازاله للشعر والكلام ده كله. وحاجه ضروريه جدا 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 بقى بنقع فيها كلنا، وانا لسه واقعه فيها العيد اللي فات، يعني انا عاده ما كنتش بعمل كده بس للاسف العيد اللي فات وقعت في الغلطة دي لأن ما كانش عندي وقت. وهي إني أقيس اللبس أو أقيس الأوتفيت اللي أنا محضراه للعيد قبل العيد بيوم أو يوم الخروجة اللي أنا هخرجها. بجد دي كارثة، لأن أنا كنت شارية جاكيت كنت حاطة عليه كل أحلامي وواو وتحفة، هو ده اللي أنا عايزاه. وبجد لما جيت لبسته هو مبدئيا ما كانش لايق على أي بنطلون، ولا لايق على أي حاجة تحتيه ولا فوقيه ولا لون طرحة. فبجد كانت كارثة بالنسبة لي، واضطريت ان انا البس اي حاجة قديمة لان طبعا مش هنزل بالمنظر ده. فبجد لازم تقيسي كل حاجة. واحيانا كمان بنشتري لبس بيكون مقاس الهدوم مش مظبوط، يعني البنطلون واسع قوي او طويل قوي، طب هتنزلي كده مستحيل. فلازم تجهزي نفسك بجد وتجهزي لشكلك، لان طبعا ده هيكون ليه حاجات ليها علاقة بالثقة بالنفس والحاجات دي. لو انت شفتي الشورتس بتاعتي هتفهمي الحاجات اللي انا بتكلم فيها. بس ضروري جدا ان انا اكون نازله من بيتي مهندمه ومرتبه وواثقه في نفسي وواثقه في اللبس اللي انا لابساه، لان انا لو في حاجه قد كده مضايقاني في لبسي او مضايقاني في الميك اب انا هفضل ماشيه طول الطريق انا مش واثقه في نفسي، انا مش حلوه، اللون ده ما كانش حلو بالنسبه لي، وهفضل ادي افكار سلبيه لنفسي في دماغي. فليه بقى؟ ممكن نتلاشى كل ده ونرتب نفسنا من بدري، مش هيحصل حاجه يعني. غلطه كمان بنقع فيها او في بنات كتير بتقع فيها قبل العيد، وهي ان هي تجرب اي حاجه جديده بمناسبه العيد، اللي هو انا هروح اعمل تنظيف بشره لوشي وانا عمري ما عملت تنظيف بشره. الله برافو. وتلاقي بقى حباية طلعت هنا وحباية طلعت هنا وحباية طلعت هنا، فما تجربيش.
ما تجربيش في العموم وانت عندك اي مناسبة مهمة، ما تجربيش بجد، ما تجربيش. جربي قبليها، عندك وقت كبير تجربي فيه اللي انت عايزاه. ليه هنجرب في وقت العيد، وقت تجمع الاهل مثلا عايزين يشوفوكي بمنظر كويس، تجمع صحابك بقالكوا فترة ما تتقابلوش وهتتقابلوا في العيد، فليه نعمل في نفسنا كده؟ ما تجربيش. حاجة بقى ممكن تحسن نفسيتك كمان وتخليكي عندك طاقة حلوة كده وانت بتستقبلي العيد، وهي انك مثلا تجيبي ملاية سرير جديدة، مثلا تجيبي اباجور، تجيبي اي حاجة جديدة في الأوضة بتاعتك او ممكن في البيت عموما. بس انا قصدي على تأثيرك انت نفسيا. يعني لما تجيبي اي حاجة جديدة كده وتفرشيها وترتبي وتنضفي، حتى لو انت مش بتنضفي الشقة كلها مثلا، نضفي الأوضة بتاعتك كده ورتبيها. لو دولابك مش مرصوص، حاولي ان انت تعملي الحاجات دي والتسريحة، لان ده هيعكس على نفسيتك، اللي هو ايه ده انا بقى نضيفة وريحتي نضيفة وشكلي جميل ومرتب وسريري جميل واوضتي جميلة. هتحسي ان انت عالية كده هتحسي ان انت فوق، طاقتك حلوة جدا. ف كمان حاولي ان انت تستقبلي العيد كده وانت مرتبة كل حاجة في حياتك ومرتبة افكارك. حاولي ممكن تحطي نية جديدة ان العيد ده يكون مختلف لنفسك ولحياتك ولشكلك ولشخصيتك ولكل حاجة. وبس كده، يا رب اكون فدتكم باي معلومة حتى لو بسيطة. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك وسبسكرايب علشان ممكن افيدكم باي معلومة جديدة.